بكتيريا حلزونية عايشة في معدة وأمعاء 50% من البشر. العلماء قبل اكتشافها كانوا فاكرين إن المعدة هي مكان صعب جدا على أي بكتيريا تعيش فيه، لكنها قدرت تتغلب على كل العوائق وتعيش في المعدة بسلام. أنا أحمد شعبان ودي حلقة جديدة من الصيدلية. جرثومة المعدة هي بكتيريا اسمها هيليكوباكتر بايلوري أو بنختصرها اتش بايلوري على طول. ليها جسم حلزوني وفي نهايته مجموعة من الأصوات أو ما يسمى بفلاجيلا، ودي اللي بتساعدها على الحركة بمنتهى السهولة في المعدة والأمعاء. أكبر تحدي لجرثومة المعدة وهي في معدتك وجود حمض المعدة اللي يعتبر من أقوى الأحماض، واللي المفروض نظريا إنه يموتها بمجرد ما يلمسها، ولكن اللي بيحصل عكس كده. جرثومة المعدة بتقدر تحمي نفسها بطريقتين. أول طريقة إنها تغرس نفسها في بطانة المعدة، وبالتالي هتكون أبعد شوية عن الحمض فتحمي نفسها منه. لكن ده لوحده مش كفاية، دي كمان بتطلع انزيم اسمه يورييز انزيم. يورييز من اسمه هو مكون من مقطعين، يور وده اختصار لكلمة يوريا، وايز يعني بيكسر، يبقى الانزيم ده بيكسر اليوريا. بيكسر اليوريا ويحولها لحاجتين، امونيا وثاني اكسيد الكربون، وهم دول سر وجودها في المعدة وتعايشها في سلام. وتعالوا مع بعض نفهم ليه. جرثومة المعدة هي بكتيريا ما بتحبش الوسط الحمضي، والمعدة الوسط بتاعها حمضي، فبالتالي عشان تغير الوسط ده وتحول الوسط قاعدي يناسب معيشتها لازم تطلع مركبات قاعدية برضو اللي هم الأمونيا وثاني أكسيد الكربون. فهنا الأمونيا وثاني أكسيد الكربون بيبدأوا يتفاعلوا مع حمض المعدة ويخلوا الوسط حوالين البكتيريا عبارة عن وسط قاعدي، فتقدر البكتيريا دي تعيش فيه. وبالتالي يبقى جرثومة المعدة حمت نفسها بطريقتين، الأولى إنها استخبت من الحمض جوه جدار المعدة، والتانية إنها غيرت الوسط حواليها وخلته وسط قاعدي فتقدر تعيش وتتكاثر فيه. ولكن للأسف المشكلة الكبيرة بالنسبة لنا هنا إن الأمونيا هي مركب سام على الخلايا البشرية، وده اللي بيسبب التهاب في خلايا المعدة اللي بيدخل بعد كده في قرح المعدة، وممكن لا قدر الله الموضوع يتطور ويوصل لسرطان المعدة. طيب إمتى أشك إن عندي جرثومة معدة؟ لو حسيت بألم شديد في المعدة ومش بستجيب للمسكنات، فقدان في الشهية، فقدان في الوزن، غثيان وقيء. طيب ازاي تتأكد ان عندك فعلا جرثومة معدة؟ التحليل الاول هو تحليل البراز، والتحليل ده بنقدر نتأكد منه هل البكتيريا او اجزاء منها موجودة في براز الشخص ولا لا. والتحليل ده لو طلع ايجابي يبقى انت 100% مصاب بالعدوى. التحليل الثاني هو تحليل الدم، وده بنبدأ نشوف منه هل في اجسام مضادة طالعة للبكتيريا دي في الدم ولا لا. ولكن التحليل ده مش دايما دقيق وما نقدرش نعتمد عليه إلا أول مرة بس في أول تشخيص، لأن في الإصابات المتكررة بيكون عندك أجسام مضادة من الإصابات اللي فاتت، وبالتالي ما نقدرش نحكم 100% إن عندك دلوقتي جرثومة معدة. أما التحليل الثالث هو تحليل التنفس، وده بندي للشخص فيه قرص فيه يوريا، ولكن يوريا مختلفة شوية عن اليوريا اللي موجودة طبيعي في الجسم. مركب اليوريا بيحتوي على ذرة كربون واحدة، وبالتالي لما القرص ينزل المعدة ويتحلل فيها هيبدأ انزيم اليورياز اللي جرثومة المعدة بتطلعه يكسر في اليوريا، وبعدين لما يكسرها هيطلع أمونيا وثاني أكسيد الكربون. طب ثاني أكسيد الكربون اللي طلع ده مختلف عن ثاني أكسيد الكربون اللي احنا بنطلعه في الطبيعي، لأن هنا الكربونة اللي موجودة فيه متعلمة، وبالتالي ممكن نخلي الشخص ده يتنفس في أنبوبة ونمسك الأنبوبة نحلل ثاني أكسيد الكربون اللي موجود فيها. لو طلعت ذرة الكربون اللي موجودة طبيعية يبقى الشخص ده طبيعي ومش مصاب، ولكن لو طلعت ذرة الكربون دي متعلمة يبقى إذن الشخص ده مصاب بجرثومة المعدة. طيب البكتيريا الرخمة دي إزاي ممكن نعالجها؟ عندنا 2 بروتوكول لعلاج جرثومة المعدة. البروتوكول الأول وهو بروتوكول العلاج الثلاثي، وده بيكون عبارة عن 2 مضاد حيوي وواحد مثبط لحمض المعدة. أما البروتوكول الثاني بيكون عبارة عن بروتوكول رباعي فيه نفس مكونات البروتوكول الثلاثي ومعاهم بيزموس. نمسك أول حاجة الاتنين مضاد حيوي اللي بنعتمد عليهم سواء في البروتوكول الثلاثي أو الرباعي، وأشهرهم هو كلاريسرومايسين، ومعاه واحد من الاتنين دول إما أموكسيسيلين أو مترونيدازول. أما المكون الثالث اللي بنعتمد عليه بيكون عبارة عن مثبط لحمض المعدة. وهنا المفروض تسألني احنا ليه بنقلل حمض المعدة في علاج جرثومة المعدة؟ جرثومة المعدة بتحاول تحمي نفسها بقدر الإمكان من حمض المعدة، ومن ضمن أساليب الحماية دي إنها بتتكور حوالين نفسها في شكل اسمه كوكويد فورم، والشكل ده بيقدر يوفر لها الحماية من حمض المعدة
وكمان المضادات الحيوية. فهنا احنا لما نقلل حمض المعدة احنا بنكون بنديها الأمان وبنقول لها تطلع من الكوكويد فورم وترجع لشكلها الطبيعي، وبالتالي لما ندي مضاد حيوي يدي مفعوله ويموتها بشكل سريع. وهنا نيجي لآخر سؤال، هل جرثومة المعدة معدية؟ في الحقيقة الإجابة لحد دلوقتي مش محسومة، والعلماء مش عارفين طريقة معينة يقدروا يقولوا إن هي دي 100% طريقة انتقال جرثومة المعدة من شخص للتاني، ولكن على الأغلب هي بتتنقل عن طريق قلة النظافة الشخصية، بأن الشخص المريض ما يغسلش إيده كويس بعد ما يستعمل الحمام، وبعدين يلمس أكل الشخص السليم وبالتالي ينقلها له. وهنا نقدر نقول إن من طرق الوقاية من جرثومة المعدة هي الحفاظ على نظافة الأكل والأواني اللي بنستخدمها فيه. ومن الأفضل إن لو حد اتأكد فعلا إنه عنده جرثومة معدة إنه يبدأ يستعمل أدوات شخصية بس ليه، محدش يستعملها غيره في البيت تجنبا لنقل العدوى لحد تاني. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. ما تنساش تبص على المصادر وتشوف الحلقات اللي فاتت، تدعمنا بلايك وشير وسبسكرايب للقناة.